السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مصر بلدنا بلد الحضارات. استنونا في دولة قطر في الدوحة. كشري أبو طارق هيعمل أحلى مفاجآت. يلا بينا ننطلق. واحنا هنا في دولة قطر في الأسبوع الثقافي المصري. عايز أقول لكم عربية كشري أبو طارق عملت مفاجآت وعملت حكايات، وكل الشعب المصري وكل الشعب القطري عايز أقول لكم اوعوا يفوتوا كشري أبو طارق هنا. ضرب الساعي فعاليات الأسبوع الثقافي المصري. أهل قطر كله كانوا ينتظرون هذا اليوم، وصول كشري أبو طارق، وما شاء الله تبارك الرحمن. منور الدنيا يا أبو طارق. أبو طارق السكر. وانت مشرفنا في قطر. من كشري أبو طارق ما فيش زيه. الله على الكشري. الله، شوف هو يعني صراحة لا تعليق، يعني السمعة تتكلم، ويعني اليوم أثبت لي أنا السمعة والطعم عند أبو طارق. تسلم ايديكم ويسلم ابو طارق ورجاله ابو طارق. ابو طارق نفذ في الدوحة. ما انتم شايفين مساعد الوزير الاستاذ عبد العزيز واقف مع المدير التنفيذي مستر امين. قول لنا بقى رايك وانطباعك بكشري ابو طارق في الدوحه. والله صراحة لا تعليق، والله لا تعليق. شوف الجمهور هذا وين. الجمهور رهيب أحلى كشري أبو طارق. نورت الدوحة. ايه الاخبار؟ كشري بجد خليني عايش في كشري والله. حبيبي يعطيك العافية. أبو طارق بيصنع التاريخ يا جماعة. يعطيكم العافية. طبعا أبو طارق منورين في الدوحة، وإحنا لما نروح مصر لازم ضروري نمر عليه. وهم أبو طارق التوب وفول ستوب. طارق واحد بس. أنا بقول لك أنا راجل صعيدي، والكلمة سيف عربتي، وبشهد لك شهادة حقك، سواء هنا ولا في مصر. ونورتنا في قطر وشرفتنا في قطر ورفعنا رأي. والله العظيم أحلى كشري. لا أحلى كشري أبو طارق. أنا عندي يعني 6 سنوات كنت باكل في كشري أبو طارق في وسط البلد في شارع شامبليون. هو ده الشغل الصح، شغل بريمو. ديليشيس. لا المصريين يعني ياكلوا ببلاش. هم اللي عاملين والله نورتونا.